لحد دلوقتي انا ما كنتش لسه قررت انا اهلاوي ولا زملكاوي. الماتش اللي جاي بقى مباراة ابتدى بقى، يعني بعد كده استؤنف ماتشات الدوري موسم 72 73. اول ماتش بقى اتفرجت عليه بعد كده كان ماتش الاهلي والزمالك في الدوري، اعتقد كان 30 مارس سنة 73. والماتش ده هو اللي قررت فيه ان انا اشجع النادي الاهلي بدون ضغط من اي حد. مفيش حد عندنا في البيت اهلاوي او زملكاوي. الولد الله يرحمه كان بيشجع الترسانة في الستينات، كان بيعشق الشاذلي ومصطفى رياض والجيل العظيم ده. ما ضغطش عليا ان انا اشجع اي حد، بالعكس خالص، هو سابني انا اتفرج واشجع النادي وانتمي للنادي اللي انا بحبه او اللي انا اختاره. اللي عايز اقوله ان حتى هو كان وجهة نظره ان لا، هو ما بيحبش ان نادي واحد يحتكر الموضوع، ان نادي واحد يفضل يكسب على طول. اوكي، هو كان يعني الوالد الله يرحمه كان دايما يقول لي عايزين نبقى زي الدول التانية والدول اللي عندها 4 5 أندية بينافسوا على الدوري وما تعرفش مين اللي هيكسب لحد اخر اسبوع. اوكي، ده بيبقى فيه متعة وبيفيد المنتخب مصر، ويعني فهو كان دايما بيبقى سعيد جدا لما اي أندية من أندية الأقاليم بتكسب الدوري. يعني لما طبعا الترسانة كسبت اول فريق من بره الاهلي والزمالك يكسب، اعتقد 63 او 64، كان طبعا يعني كان في منتهى السعاده، وخصوصا هو كان بيشجع ترسانة اساسا. لما الاولمبي اخذ الدوري سنه 66 كان مبسوط جدا. الاسماعيلي لما خد الدوري 67 كان في منتهى السعاده. المحله هنشوف بقى لما خدت الدوري 73، وبعد كده المقاولين العرب لما خد الدوري 83. يعني دي كانت حاجات بصراحه، يعني الوالد الله يرحمه اسعدته جدا جدا. هو حابب ان ما يبقاش في احتكار لنادي واحد للدوري، يعني عشان يبقى في متعه، وان الانديه كلها تبقى قويه، والقوي هو من يفوز على الاقوياء، مش القوي من يفوز على الضعفاء. فالحقيقه يعني انا ما حدش ضغط عليا خالص ان انا اشجع النادي الاهلي. انما ماتش الاهلي والزمالك 30 مارس 73 ده اللي خلاني من صغري كده وانا صغير بقيت اهلاوي. رغم ان الزمالك كانت فرقته اتقل بكتير، بس هنشوف في الحلقه الجايه ان شاء الله ايه اللي حصل في ماتش الاهلي والزمالك في الدوري 30 مارس 1973.